الانتهاكات التركية ليست بجديدة على مناطق شمال وشرق سوريا، وهي مستمرة منذ احتلال مدينتي تل أبيض ورأس العين. وفي شهر تشرين الأول قام الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف كامل مناطق شمال وشرق سوريا، وكان لمنطقة عين عيسى وريف تل أبيض الغربي النصيب الوافر من هذه الانتهاكات، حيث وصل عدد الانتهاكات التركية في المنطقة لأكثر من 200 انتهاك استخدم من خلالها الاحتلال التركي ومرتزقته كافة الأسلحة المتاحة لديهم، وذلك هادفين لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب البنى التحتية والمنشآت الخدمية في المنطقة، ومحاولين تهجير الأهالي لتحقيق هدفهم الأساسي وهو التغيير الديمغرافي بما يتناسب مع مصالح وأحلام العثمانية، بالإضافة لتحليق مستمر للطيران المسير في سماء المنطقة. إضافة لذلك أن الاحتلال التركي يهدف إلى جعل مناطق المحتلة منبعا جديدا للإرهاب يخدم مصالح أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ونحن نحمل المجتمع الدولي وروسيا الضامنة مسؤولية ما تقوم به دولة الاحتلال بحق شعب شمال وشرق سوريا، وذلك بسبب عدم وقوفهم بشكل جدي في وجه آلة الحرب التركية وأدواتها من المرتزقة والإرهابيين. ونحن في قوات سوريا الديمقراطية وقوات مجلس تل أبيض العسكري بشكل خاص أخذنا على عاتقنا مسؤولية حماية المنطقة ورد أي اعتداء يطال أهلنا وأراضينا، ونحن على وعدنا وعهدنا بمواصلة مقاومة شهدائنا حتى تحرير كل شبر محتل من أراضينا والقضاء على الإرهاب.